عناية البلدي، وحتى لو ان مفيش ضرايب وحتى برضه عناية البلدي من مليون ل10 مليون. في عالم السوشيال ميديا الشهرة بتيجي بسرعة، لكن ممكن تختفي بنفس السرعة. النهاردة هنتكلم عن قصة مش هتصدقها، قصة تيك توكر اسمه شاكر محظور دلوقتي، اللي اتورط في قضايا غريبة جدا وصلت بيه للمحاكمة الجنائية. وهل كان شاكر فعلا ضحية الشهرة، ولا كانت الشهرة هي السبب في سقوطه؟ واحد ابن بلدكم طالع بشكل كويس، طالع باسلوب كويس، ولا عمرك شفته قال كلمه غلط، ولا عمرك شفته قال حاجه ولا وان هو بينزل له دعم حتى لو بالملايين؟ يا ابني دي منصه عالميه البلاد. في البداية كان شاكر محظور دلوقتي مجرد شخص عادي، لكن مع مرور الوقت بدأ يظهر على تيك توك وحقق شهرة سريعة بسبب فيديوهات مثيرة للجدل. بدأ نشاطه بعد ما استقال من وزارة الداخلية وقرر يعمل شو على السوشيال ميديا. كان بيظهر في فيديوهات فيها تحديات وكلام جريء جدا، لكن اللي ما كانش يعرفه شاكر إن الشهرة دي هتجيبه في النهاية للمحاكمة. نيابة القاهرة الجديدة أحالت شاكر لمحاكمة جنائية بتهم خطيرة زي حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص. في البداية كان شاكر ينكر التهم دي تماماً، لكن لما جابوا تحريات التكنولوجيا المعلومات اكتشفوا إن في حاجات غريبة حصلت. شاكر اتقبض عليه مع مدير أعماله، وكان معاهم سلاح غير مرخص ومواد مخدرة، بالإضافة لمجوهرات وساعات غالية جداً. كل ده شكك في مصدر دخله الحقيقي. المفاجأة التانية كانت إن المحكمة أصدرت قرار بالتحفظ على كل ممتلكات شاكر، يعني ما قدرش يتصرف في أي حاجة سواء كانت فلوسه أو عقاراته. طب ليه؟ بسبب التحقيقات اللي كشفت عن حاجات مش طبيعية خالص، زي ساعات مرصعة بالألماس، هواتف مغطاة بالذهب، ودفاتر شيكات، وكل ده مع سلاح ناري. ده غير إن هو كان بيستغل السوشيال ميديا لزيادة الأرباح الشخصية على حساب القيم والعادات الأسرية. اللي زاد الطين بلة هو إن شاكر كان بينشر فيديوهات على تيك توك فيها إيحاءات مخالفة للآداب العامة، كان بيهدف لزيادة المشاهدات وجذب المتابعين بأي تمن. الفيديوهات دي كانت السبب في الشكاوي اللي اتقدمت ضده من محامين، واتهموه إنه بيخالف قوانين السوشيال ميديا. شاكر محظور دلوقتي مش مجرد بلوجر مشهور، هو كمان كان بيعيش حياة مليانة أسرار وغموض. القضية دي مش بس عن مخدرات وسلاح، دي بتفتح لنا باب كبير لفهم الخطر اللي ممكن يجلبه عالم السوشيال ميديا والشهرة السريعة. مين يعرف، يمكن نكون شايفين بداية لظاهرة جديدة في عالم الإعلام الرقمي، أو يمكن ده مش مجرد بداية، ده بداية النهاية لبعض الأشخاص اللي بيعتقدوا إن الشهرة هي كل حاجة. حتى في ناس مش في عمار بيني وبينهم، مفيش اي عمار، ولكن ابدا مستحيل اشمت، مستحيل. الله يفرج على الجميع، وبالعكس قسما بالله ان حد يكلمني من طرفهم ان انا بكون اول ناس تقف معاهم في المحنه، لان في المشاكل وفي المحن تبان اصول الناس للمره المليون في حضور الجميع، كل الجرايد. إيه رأيكم في القصة دي؟ هل الشهرة على السوشيال ميديا خطر، ولا مجرد وسيلة للوصول للناس؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وخليكم مستعدين لحكايات تانية